السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه اللي شاركت معكم ديال قوارب البطاطا بالكفته والخضره. كيجيو لذاذ وكيجيو رائعين، تقدروا تحضروهم لمائده الافطار. وبسم الله نبدا معكم المقادير. عندي هنايا كما كتشوفوا معايا بطاطا باقيه خضره، هذه ما طيباش، كنقسمها على جوج وكنخويها من الوسط. نخويوها بمعلقه ولا بسكين، كنحاولوا نخويوها ونعطيوها داك الشكل ديال القارب ولا قوارب. المهم كنخويوها من الوسط حتى كنخويوها مزيان باش كتهز لنا الحشوه، كتجي عامره. ومن بعد عاد كنبخروها وكنطيبوها غير نص طيبه، ما كنطيبوهاش مزيان. كما كتشوفوا معايا انا خويتها بهاد المعلقه الصغيره، كتساعدني كنخويها بسهوله، ما كتصعبش معايا وكتجي لذيذه. هاد الوجبه هذه اللي شاركتها معكم كتجي رائعه وكتوجد في وقت قصير، ما كتعطلش بزاف، كتحضر بسرعه. كما شفتوا معايا كما كتعرفوا بطاطا دغيا كطيب. صافي كنخويها مزيان من الوسط كما كتشوفوا، وكنديرها في الكسكاس وكنفورها غير نص طيبه، ما كنطيبوهاش مزيان كما قلت لكم. وعندي هنايا الكفته. الكفته المهم ديروا على قد الجيب ديالكم، حتى 10 دراهم ديال الكفته راها مزيان كتمشي مع هاد الخضيره هذه. الخضره درت شويه ديال الخيزو، شويه ديال القرعه خضراء، شويه ديال المعدنوس، الكفته وبيضه، واللي بغى يزيد شويه ديال البصله الخضاريه والعطريه. هنايا عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار. وكنخلط هاد المكونات هادو، كنخلطهم مزيان مع داك البيضه. كما كتشوفوا معايا الخضره كتبقى على حساب اختياريه، اما ديروها ولا ديروا غير بصيله مع الكفته، على حسب الرغبه ديال كل واحد. وهاد البطاطا هي فين بخرتها ولكن ما كطيبش مزيان، غير نص طيبه. وعندي هنايا لاصوص ديال المطيشه طيبتها حتى هي مع شويه ديال البصله وشويه ديال المعدنوس، ودايره فيها الزيت، درت فيها زيت الزيتون. كنديروا شويه ديال هاد لاصوص ديال المطيشه في المول، هاد المول اللي غندخلو للفران، وكنبدا نعمر هاد البطاطا بديك الخضره والكفته. صافي وكنستفها في هاد المول. كديروا نتوما القياس اللي بغيتو، وتا كنستف هاد البطاطا كامله في المول كما كتشوفوا معايا. حتى كنسالي كنستمر هكا كنعمر هاد البطاطا حتى كنسالي وكنعمر المول ديالي. والفران راه عندي مشعل كيكون سخون، كنخليو النار غير من التحت حتى كيطيب، وكنشعلو عليه النار من الفوق باش هذا كتحمر داك هاد الكفيته وديك مطيشه وداك الجبن كيدوب. وكنزيد نضيف هنايا شويه ديال زيت الزيتون او زيت العاديه اللي كان، واخا راه عندي لاصوص ديال المطيشه فيها الزيت، زدت شويه ديال الزيت. وهذه لاصوص اللي بقات لي كنزيدها من الفوق فوق الكفته. هاد لاصوص كما قلت لكم راه فيها البصله، حتى هي فيها التوابل، فيها الزيت، كتجي تقريبا بحال لاصوص اللي كنديروا في البيتزا. صافي حتى كنغطي هاد الكفته كامله. انا بقى لي شويه ديال الكفته وغنزيدو هنايا مع الجناب. زدتو واخا بلا بطاطا، وديك البطاطا اللي خويناها من الوسط ديال البطاطا حتى هي فورتها او بخرتها. حتى هي كنخدموا بها شي حاجه، واخا تزيدوا عليها بطاطا واحده اخرى وكتعمروها بالدنجال ولا اللي كان، المهم ما كنضيعوهاش. وهاد الكفته اللي بقات ليه انا زدتها هاد شويه، زدتها بديك البلايص ديك الفراغات اللي باقيين عندي. وصافي كنغطيها بلاصوص ديال المطيشه. المهم الطبق كيجي لذيذ غزال، كيجي وتوجدوه في اخر لحظه، ما كيشدش الوقت بزاف. هي اصلا البطاطا راها
سلقناها ولا فورناها نص تفويره. كطيب لنا غير ديك الكفيته، وكنزيدو عليها الجبن وكنديها للفران حتى كطيب ديك الكفيته. كما كتشوفوا معايا تحمرت مزيان. وهذا هو الشكل ديال الطبق اللي حضرت معكم، كيجي رائع ولذيذ، يجي بنين بزاف. تحضروه في اخر لحظه، راه ما كيشدش الوقت بزاف. وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد، في امان الله.